أول يوم أدخل المطبخ النهارده بعد وفاة أمي الله يرحمها، جوزي مصمم إن أنا أعمل أكل وأنا ما ليش نِفْس من أي حاجة في الدنيا كلّها، قال لي: "يا رشا عمر ما في حاجة هترجع تاني خلاص، ولا قِلّة أكل هترجّعها ولا عدم تصوير أو عدم مروحِك شغل هيرجّعها، فخلاص أمر الله نفذ." بجد أنا افتقدت أمي يا جماعة ومش هتتعوّض أبدًا، مش هاعرف أعوّضها أبدًا. بالله عليكم بالله عليكم قبل ما نبدأ الفيديو كده نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتدعوا لأمي ولأموات المسلمين بالرحمة ربنا يرحمهم جميعا. الفيديو بتاع النهاردة كل معلومة فيه رحمة ونور على أمي. تدعوا لها كده إن ربنا يرحمها. لو أي معلومة أنت عرفتيها جديدة عليكي بالله عليكي تدعي لأمي إن ربنا يرحمها. أنا كان عندي فردة كوارع يا جماعة في الفريزر، فأنا جيت من البلد بصراحة طلعتها من الفريزر على طول. أنا بوريكم هنا العضماية هنا اللي هي لونها مدي على موف دي بتدل على ان الكوارع صغيرة. لو لقيتوها لونها احمر محمر كده دي بتدل على ان الكوارع كبيرة. يعني ده لو احنا عايزين نشتري كوارع ازاي تعرفوا الصغيرة من الكبيرة؟ بتعرفوها من العضماية بتبقى لونها مش مش لونها ابيض. اللي بتبقى بيضة لونها ابيض بيضة كده ما تلاقوش فيها اي حاجه، دي بتبقى ال الكوارع عجوزه وهتاخد سوا معاكم كتير جدا جدا. لكن العضمايه اللي لونها مزرق مديه على موف دي بتبقى صغيره. باكد على المعلومه تاني يا جماعه. كمان لما نجيب حاجه زي كده لازم نجيبها من مكان مضمون، يعني من جزار انتوا ضامنينه وعارفين ان هو بيذبح الحاجه صغيره ويبقى على مسؤوليته. فالكوارع دي ما تجيبوهاش من اي حد، يعني بلاش تجيبوها من الناس اللي هم بيجيبوا كوارع وسقط وحاجات كده من المذبح ويبيعوها، بتبقى الحاجة بتاعتهم يعني ساعات بتبقى كويسة وساعات بتبقى مش حلوة. تمام. انا هبتدي بقى انضفها لو فيها اي حاجة، ولو فيها شعر طبعا هجرده بالسكينة وهنضفها كويس جدا جدا جدا. انا مخليه الجزار يقطعها لي حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما قطعناها غسلتها كويس جدا بملح خشن وبدقيق ذرة بيشيل الزفارة تماما، ونقعتها حوالي ساعة كده في مية سخنة. بعد كده بقى هعمل لها محلول فيه مية طبعا بليمون بكيس بيكنج باودر او كربوناتو، وبنسيبها حوالي نص ساعة كمان. وبعد كده بنشطفها بنلاقيها اللحمة بتاعها لونه ابيض كده، ولا بقى فيها دم ولا بقى فيها ريحة مش حلوة ولا اي حاجة، زي ما انتوا شايفين كده ريحتها زي الفل. تعالوا بقى كده نشوف التركات بقى بتاعت الكوارع. في حلة على النار هنحط فيها شوية زيت وقطعة زبدة او معلقة سمنة بلدي، وهننزل بفصين توم. انا ده توم كنت فرماه، لو انتوا عندكم توم سليم قطعوه شرايح بيكون افضل كمان. هنشوحه كده لحد ما ياخد لون ذهبي فاتح جدا جدا، وبعد كده هننزل بالكوارع بتاعتنا المغسولة ومتصفية كويس قوي. هنشوحها بقى كده ايه بالزبدة البلدي مع التوم، او طبعا لو احنا ما عندناش زبدة بلدي فاحنا ممكن نستخدم اي سمنة موجودة عندنا. ويا سلام بقى لو عندك فص مستكة كمان حطيه فيها بيقضي على ريحة الزفارة نهائي. هنحط بصل، جزر، طماطم، ورق لورا، حبهان، لو عندك بلح جوز الطيب ضيفي بشرة. والبديل بتاع بلح جوز الطيب الكبابة الصيني، كبابة صيني مطحونة بتدي تست حلوة قوي 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 في الكوارع كمان. تمام. وطبعا لو عندنا حتة قرفة خشب بنحطها. بعد ما شوحتها كويس بغليلها مية تاني في حلة تانية، وبنزل بالكوارع بقى بالخضار اللي انا عملته، وبنشيل الحلة اللي احنا شوحناها كده. احنا الحلة دي فيها خلاص شلنا الزفرة كده من الكوارع نهائي. كده هنسويها بقى على نظافة. حطيت نواية بلح علشان تسرع التسوية، وبنجيب بقى ورقة فويل وورقة زبدة من تحتها. انا ما كانش عندي فانا بصراحة بعت بنتي تشتري، بس انا عشان بصور الفيديو فكان لازم اعمل الخطوة دي اللقطة دي قدامكم. بس كانت بنتي هتشتري وكنت هحط ورقة زبدة تحت ورقة الفويل عشان الفويل يعني مش صحي يعني لو احنا استخدمناه على طول مباشرة للأكل. تعالوا بقى نعمل الفتة. الفتة بقى تركات الفتة. عندنا عيش بلدي متقطع كده، هنحط معلقة سمنة بلدي، شوية فلفل اسود، حتة توم مفرومة، ونقلبها كويس جدا جدا. وبعد كده بندخل العيش بتاعنا الفرن وبنقلبه من وقت للتاني لحد ما ياخد لون ذهبي ويبقى محمص ومقرمش كده وجميل. هنعمل بقى الصلصة بتاعتنا والدقة بتاعت
الفتة بنحمّر التوم، بس شوية توم حلوين كده، معلقتين توم حلوين كده في حتّة سمنة بلدي مع شوية زيت لحد ما ياخدوا اللون الدهبي، وبنطفيهم بحوالي ربع كوباية خل، وبعد كده بنشيل منهم جزء في طبق على جنب، وبقية التومة بالخل بننزل بعصير الطماطم المتصفية عليه. مهم جدًا إن إحنا نصفّيها، مش عايزين فيها لا تفل ولا بذر. هنصفّيها كويس أوي كده، وبعد كده بقى نسيبها تغلي على النار، وهنديها بقى شوية توابل عبارة عن شوية من الفلفل الأسود، شوية من السبع بهارات، شوية توم، شوية قصدي ملح، وشوية من السكر، يعني ربع معلقة صغيرة من السكر. هنحط بقى كمان معلقة من التومة دي، حسيت ان هي محتاجة شوية توم بخل كمان، ونقلتها على العين التانية لحد ما تتسبك. ولو محتاجة معلقة صلصة ابقي اديها معلقة صلصة، لو الطماطم عندك حمرا وحلوة خلاص. هنعمل بقى الرز بتاع الفتة، حتة سمنة بلدي برضو وشوية زيت وفص مستكة، بنشوح الرز كويس قوي، وبعد كده بنسقيه شوربة من بتاعة الكوارع، طبعا فيها الخضار والثوم، فبيبقى طعمها حلو قوي قوي بالشوربة. لو حسيتي إن الشوربة عندِك قليلة، حطّي النُص مَيّة ونُص شوربة، وضيفي ورقة لورا والّا حاجة مع الرز. أول لمّا الرز بتاعنا بيتشرّب بنهدّي عليه النار خالص، خالص، خالص لحد ما يستوي. نرجع بقى للكوارع بتاعتنا، الكوارع بتاعتنا ما بنحطّش الملح غير لمّا خلاص بتبقى داخلة على سِوَى، بنحط الملح بتاعها. أنا النهارده عاملة كوارع مسلوقة، وأنا عاملاها قبل كده في طاجن موجودة على الصفحة. لو أنتم عايزين الطريقة اكتبوا لي في الكومنتات هاجيب لكم اللينك بتاعها، هتعملوه أحلى كمونية كوارع لو أنتم عايزين الطريقة. أنا طبعًا العيش عندي اتحمّص حطيته في البايركس، أخدت شوية من الصلصة بعد ما اتسبكت وضفنا لها الشوربة، حطيت بس كده إيه حوالي 3، 4 معالق، وبعد كده بنحط الرز. رز ريحته تحفة بجد، بجد ريحته تحفة. بقية الصلصة بقى بنزين بيها على الوش بالشكل اللي انتوا عايزينه، أنا عملتها بالشكل ده كده. وطبعًا عندنا الدقة بتاعة التوم والخل دي مهمة جدًا، جدًا، باحب أضيفها على الوش كده بتدّي طعم رهيب. دي بقى اللي ما يعرفش التركة دي يعني جربوها، يعني هتعرفوا إن أنتم أول مرة تاكلوا فتة. كده إحنا عملنا طبق فتة مصري على أصوله بجد تجنن. تقدروا تحطوا كمان كوارع في النص ما بين الرز والعيش، بعد ما بنسقي العيش بنقطع حتت كوارع صغيرة ونحطها في النص لو انتوا حابين. عايزين تاكلوها لوحدها على جنب زي ما انا هعمل كده، صفيت الشوربة وادي الكوارع، بجد تجنن تجنن تجنن. بصوا عاملة زي الملبن واستوت وما اخدتش سوا، لان احنا خلينا البخار كله طالع عليها، فما اخدتش سوا مننا خالص. كمان نواية البلح بتسرع التسوية.